السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي، والنهاردة معانا حلقة مهمة جدا اللي هي 5 صفات بيكرهها الرجل في المرأة. يعني ناخد بالنا منها. اللي هي أول حاجة الصوت العالي. الراجل بيكره الصوت العالي عموما، فما بالك بقى لو من زوجته أو إن هو خصوصا في وجوده في البيت مع الأطفال مع العيال، وده طبعا ما يخلوش بيت كده، فلازم إن احنا نحد من الموضوع ده. العناد أسوأ صفة انتشرت في النساء، ونساء كثيرات يعشق الزوجة المطيعة اللي بتقول حاضر ونعم. دي الرجالة بتحب كده، ولكن الست اللي هي بتعاند جوزها دي تخسر جوزها، ومع الوقت ومع مرور الزمن بيسبب العناد مشاكل كتير، وممكن يسبب الطلاق. ده بالنسبة لعند الست. لا، لازم تكون ان هي ما تبقاش عند والند بالند لجوزها. تاني حاجة النكد، ودي بتبقى في اغلب المتزوجين بعد فتره يجي يقول لك دي بقت نكديه او هو بقى نكدي. كل الرجال لاجل الاستقرار بيحبوا السكينه، يرجع من شغله ما يعيش نكد وهم وغم في البيت، عايز يرجع يلاقي فيه راحه نفسيه، في مفيش نكد، مفيش وش مكشر، مفيش كل الامور وطاقه سلبيه والكلام ده كله. يبقى النكد ده ممكن اي مشاكل نحلها مع بعض بالهدوء. الاسترجال، لا احد من الرجال يحب ان يعيش مع منافس له. يعني ما يحسش ان في البيت واحده كانه زيه ويتصارع معه طول الوقت، تقعد يعني هي اللي باينه الراجل وهي اللي بتتدخل في كل حاجه. لا، الست ليها اعمالها وحاجاتها والراجل ليه اعماله وحاجاته. يعني مثلا الشغل بتاع الراجل للراجل، ما تسترجلش هي وتعمل كل حاجه وتفهم ان هي انصح منه وان هو ما بيعرفش يتصرف. لا، تديله الفرصه حتى لو هو فعلا في ازواج لخمه او كده وما بيعرفوش يتصرفوا في مواقف، تديله هي وتوديكوا ان هو تتعامل وتتباهى بيه، مش هي اللي تبقى مسترجله. السيطره، اي راجل ما يحبش ان لازم يكون هو اللي مسيطر في البيت، وان راجل يعني ان باختصار شديد هو الراجل، وليس ان انت مش انت اللي تبقى مسيطره. ده يتعارض مع انك تنصحيه. ما يتعارضش ان انت ممكن تنصحيه اذا كان في منه غلط او حاجه ويقبل منك النصيحه، لكن ما يوصلش الامر ان انت تبقى مسيطره على زمام البيت وانت اللي بتاخدي القرار وهو لا. لان لو واحده اتجوزت ممكن راجل ما يرضاش ان هو يبقى تابع، او ان هي تبقى هي مسيطره على كل حاجه، وممكن يقعد يكتم نفسه ويمشي الامور، ولكن هيجي فتره ان هو تحصل مشاكل وبتكون الست هي الخسرانه في الموضوع ده، وبعد كده بتتفاقم المشكله، وبعد كده هي تفتكر ان هي اللي بتحل المشاكل وهي اللي عامله كل ده. بعد كده كل ده والست تقولي انا اللي اتصرفت وانا اللي عملته، الولايه ما كانش حصل. يعني بتمن على جوزها من من الاخر، وده غلط في الحياه الزوجيه، وبيأثر على الحياه عموما، وفي الاخر بتنتهي العلاقه الزوجيه لا قدر الله بالطلاق.